دشن محافظ القريات حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لعام 1446، وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة بجميع مناطق المملكة حفاظاً على صحة أفراد المجتمع. لتفاصيل أكثر حول هذه الحملة ينضم معنا من القريات مراسل الإخبارية نايف الفندي. يسعد صباحك. صباح الخير نايف. أهلا، صباح الخير ثامر وصباح الخير بدور، أهلا وسهلا فيكم في هذا الصباح الجميل. نعم نايف، نبغى تعطينا أبرز ملامح هذه الحملة. اي نعم، طبعا بالتعاون ما بين مكتب وزارة الصحة بالقريات وتجمع الجوف الصحي انطلقت حملة التطعيم ضد الانفلونزا، حيث دشن هذه الحملة سعادة محافظ القريات الأستاذ عبد الله بن صالح الجاسر مزامنة مع التوصيات المقدمة من وزارة الصحة للحث والتعريف بأهمية الحصول على هذه التطعيمات الموسمية، والتي طبعا بحفظ الله تعالى قد تعمل على منع الإصابة بالإنفلونزا. يحدثني أكثر عن هذا الموضوع دكتور أخصائي طب الأسرة أحمد بشير العازمي، مدير الصحة العامة في مكتب الوزارة بالقريات. أهلا وسهلا فيك، لك صباح الخير عبر برنامج اليوم. بداية دكتور، حدثنا عن هذه الحملة وأهدافها. صباح الخير وحياك الله أخوي نايف. بالنسبة لحملة الإنفلونزا، وزارة الصحة سنويا تطلق حملة توعوية وطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا. بدأت الحملة قبل يومين في محافظة القريات، وزي ما تفضلت برعاية كريمة من محافظة القريات وبالتعاون والشراكة بين مكتب وزارة الصحة في القريات وتجمع الجوف الصحي. أطلقت الحملة قبل يومين. الحملة تستهدف أكبر شريحة ممكنة من المجتمع. لا يوجد شريحة معينة مستهدفة، ولكن هناك فئات مستحبة. أي شخص فوق 6 شهور عمره هو مستهدف بالنهاية. هناك فئات مستهدفة ومستحبة طبعا كزيادة، اللي هي فئات الأمراض المزمنة اللي فوق أعمارهم فوق 50 سنة، أطفال بين 6 شهور و5 سنوات، الحوامل، العاملين الصحيين، راغبين الذهاب للحج أو العمرة. هذول فئات مستحب أن يأخذونها، لكن بشكل عام هي جميع فئات المجتمع. جميل. نعم دكتور، طبعا بديتوا في مقر أمارة القريات، والآن في طبعا تستهدفون الموظفين في أمارة القريات، وتستهدفون اليوم الموظفين في مكتب صحة وزارة الصحة في القريات. نعم زي ما انت شايف، بدأت الحملة قبل يومين وتم تطعيم موظفين محافظة القريات، واليوم زي ما انت شايف عندنا في مكتب وزارة الصحة في عيادة الموظف، والعيادة هذه مدتها شهر كامل، هيتم انتشار تطعيم جميع الموظفين مع أسرهم كمان. وهذه ديدنا مستقبلا في جميع الدول الحكومية راح يكون في حملات في الذهاب عن طريق تجمع جوف الصحي. نعمل حملات توعوية وتطعيمية في جميع الجهات الحكومية إن شاء الله بإذن الله. جميل دكتور. طيب أثر هذا التطعيم وكيف يحصل عليه من أراد أن يطعم، أي وين يتواجد أماكن التطعيم أو أخذ اللقاح؟ طبعا أخوي نايف، التطعيم جدا سهل جدا الوصول إليه. وزارة الصحة مشكورة، هناك تطبيق صحتي بإمكان أي شخص يفتح تطبيق صحتي يحجز أقرب موعد في أي مركز صحي ويأخذ اللقاح بشكل آمن وبشكل سهل، ما في عندك مشكلة. هنا في القريات فعلنا في عندك مركز صحي الحميدية ومركز صحي العزية ومطار وحصيدة، بالإضافة إلى مستشفيين، مستشفى العيساوية ومستشفى حديث عام متوفى فيها اللقاح. بإمكان أي شخص عمل موعد عن طريق تطبيق صحتي والحجز وأخذ اللقاح. جميل دكتور. طيب في أسئلة دائما تتوارد، إذا أنا طعمت العام هل أطعم هذا العام ولا لا؟ العام الفائت هل أطعم هذه السنة؟ فلازم يجب تحديث اللقاح بشكل سنوي. اللقاح يأخذ بشكل سنوي. لقاح السنة الماضية ما يغنيك عن لقاح السنة هذه، فلأن فيروسات متغيرة فلازم تأخذ كل سنة لقاح. اللقاح جدا آمن وفعال ومهم جدا من ناحية. نختتم معك بنصيحة دكتور، خاصة أن القريات تشتهر بالبرد وأكثر الفيروسات تنتشر في احنا مقبلين على فترة الشتاء، والحملة هذه مدتها 4 شهور. لقاح الانفلونزا مهم جدا لأنه يقلل من فرص الإصابة بالإنفلونزا، وأيضا يقلل من حدة الإنفلونزا نفسها، ويحمي كبار السن والناس اللي عندهم أمراض مزمنة. أيضا لا ننسى نتكلم بما أن مقبلين على فترة الشتاء،
الاهتمام بالنظافة الشخصية من ناحية غسل الأيدي بعد ما ممارسة السطح والعطاس في مناديل، إذا واحد يعطس في مناديل، فهي كلها أمور تكاملية. لكن لقاح الإنفلونزا طبيا هو رقم واحد في الحماية من الإصابة في الإنفلونزا. جميل، الله يعطيك العافية دكتور أحمد بشير، وشكرا لك على هذه المعلومات. أشكركم جميعا، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. نعم ثامر، نعم بدور، يعني كما ذكر الدكتور أحمد حملة مهمة جدا طبعا، وخاصة أنها يعني تتزامن مع بداية فصل الشتاء، و يعني هذه طبعا الحملة تستهدف الجميع، وهي أيضا تقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا، وأيضا تقلل من المنومين في المستشفيات من هذا المرض. هذا كل ما لدينا من هنا من القريات من مكتب وزارة الصحة في القريات. نعم، شكرا نايف الفندي، وشكرا ضيفك الكريم، شكرا جزيلا. شكرا لك.